بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذه الصفحة، وأسأل الله أن يجعلها نافعة، وأن يكتب لإخواننا القائمين عليها التوفيق في مسعاهم. جماعة الإخوان المسلمين في الساحة أقدم من الحضور الشيعي في الساحة، وقبل أن تقوم هنالك ثورة للشيعة في إيران كان الإخوان المسلمون قد خطوا طريقهم وساروا في دعوتهم، وهذه الدعوة تقوم على توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة الإخوان المسلمين على توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الفضل لأهله من هؤلاء الصحابة الكرام، وبالتالي الإقرار بأن الخلفاء الراشدين الأربعة على الترتيب كما هو معلوم، بدءا بأبي بكر وانتهاء بعلي رضي الله تعالى عنه. وأيضا هذا الترتيب له مكانه في العقيدة وله مكانه عند أهل السنة والجماعة. وأيضا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم مما شجر بينهم من خلاف، فإنهم في مكان التوقير والتقدير عند جماعة الإخوان المسلمين. يعني ليس للإخوان المسلمين موقف من علي من معاوية، كما أنه ليس لهم موقف من علي إلا موقف التكريم والتوقير، وكذلك من عمرو بن العاص ومن المغيرة بن شعبة ومن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه يعني حقيقة ثابتة في فكر الإخوان المسلمين، وأن الإخوان المسلمين لا يوجد عندهم أي قضية من قضايا التشيع المعروفة. قضايا التشيع معروفة، يعني عندما يتكلمون عن الولاية الإخوان المسلمون لا يؤمنون بهذه الولاية أو الوصاية، ولا أن علي هو وصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولي، وأنه أحق بالخلافة. كذلك عقائد الشيعة الأخرى كالرجعة وكل هذه الأمور والتقية، لا يوجد عند الإخوان المسلمين شيء من هذه الأفكار ولا هذه العقائد، بل هم الحقيقة بعيدون جدا عن هذه الأمور. لكن الحقيقة عندما ربما يحدث شيء من اللبس أو شيء من الكلام، قد يبنى على بعض العلاقات السياسية التي نشأت في الآونة الأخيرة بين إيران كدولة رفعت شعار الإسلام وبين الجماعة أو بين الإسلاميين في المنطقة. وهل هنالك من تقارب بين الشيعة وبين الإخوان المسلمين في الأمور السياسية العامة، كالاتفاق على الموقف من اليهود، والموقف من قضية فلسطين، والموقف من أمريكا، والموقف من بعض هذه القضايا التي تعتبر يعني قضايا مشتركة بين جميع المسلمين على اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف عقائدهم. الحقيقة قد يكون هذا السبب الذي أحدث لبسا في هذه العلاقة. لكن نريد أن نقول بأن الإخوان المسلمين يقولون لمن أصاب أصبت ولمن أخطأ أخطأت، وهم يتعاملون مع إيران أول شيء كمجتمع مسلم لا يخرجونه عن إسلامه ولا يخرجونه من جسم الأمة بشكل عام، لكن أيضا في الوقت نفسه لا يرضون أن تتمدد إيران سياسيا على حساب أهل السنة في بلادنا الإسلامية، ولا يرضون لإيران أن تنشر مذهبها مذهب الشيعة في الدوائر السنية، ولا يرضون لإيران أن تناصر حكما طائفيا في بلاد المسلمين كما هو الحال في سوريا أو كما هو الحال في البحرين. حقيقة الإخوان المسلمون لهم موقف في هذا، لا يسمحون الحقيقة بمثل
هذا التدخل السافر وفرض النفوذ السياسي على هذه المناطق بحجة أن هذه البلاد هنالك تشابه أو علاقات عقدية بينها وبين إيران. موقفنا الحقيقة يعني من إيران كما يعني ذكرت هو موقف يقوم على التزام إيران بالسياسات التي تتفق مع قضايا الأمة وهموم الأمة. يعني عندما كانت إيران في ذات موقف صريح مع اليهود ومع الأمريكان نحن نقبل هذا الموقف ونؤيد هذا الموقف، لكن عندما أصبح موقف إيران داعما للنظام السوري ويستبيح الدماء والأعراض والأموال وينتهك حرمات الشعب السوري قتلا وتذبيحا وتشريدا إلى غير ذلك، ورأينا إصرار إيران أن تبقى إلى جانب هذا النظام تمده بالمال وتمده بالخبرات وتمده بالتأييد السياسي والمعنوي على كل صعيد، لم نقبل من إيران هذا الموقف وطالبناها أن تعدل عن هذا الموقف وأن تغير موقفها، لكنها أصرت على هذا الموقف، فكان لنا شأن الحقيقة مع إيران في هذا الموضوع حتى تغير مواقفها السياسية هذه.